السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كرة أونلاين. النهاردة يا جماعة جايبين أحمد أسامة وهو بيتكلم عن ميدو وطارق مصطفى عن عقود الرعاية بتاعت النادي الأهلي، وبيتكلموا عن فتوح وبيتكلموا عن زيزو. بس الصراحة كالعادة أحمد أسامة أقحمهم بالكلام. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع نعقب عليه. انا بقول لك مفيش عداله في الكوره في مصر. لو في عداله في الكوره لا الموضوع هيروح بالنسبه للزمالك في حته بعيده قوي. حقق العداله لنادي الزمالك ودور على اي فرقه تاخد اي مركز بعيد عن الزمالك. ده خلاصه الكلام. طيب انا عايز ارد هتقول لي مال ده ومال افريقيا؟ لا انا هرد عليك برد الاهلاوي. ان انا ما انا لازم ان انا ارد برد الغائب يعني. ماشي. النهارده الناس الاهلاويه لما بتقول الكلام ده او في جمهور كتير بيقول لك الكلام ده، بيقول لك ان المشاكل جايه من عندك. انت اللي عندك المشاكل، انت اللي بتسمح لاي حد ان هو يتدخل في شؤونك، وان هو يمشي مجالس ادارات، وان هو يحل مجالس ادارات، وان هو يعين لجان معينه. المشاكل بتبدا من عندك. طيب قولي. حلو ماشي. قوي. ردودي على الكلام ده ايه؟ هو السنه اللي فاتت واللي قبليها مين بطل الدوري؟ الزمالك. الرعايه بتاعته قد ايه؟ الرعايه بتاعته اقل بكتير من الاهلي. ازاي؟ الردود اقول لك ردود لان ده دوري كاعلامي يعني. الردود ان انت مش مساعد البراندز او العلامات التجاريه او الشركات ان هي تتشجع ان هي تخش تستثمر معاك، وان هي يعني تحط اسمها معاك بسبب الخروج عن النص اللي موجود، وبسبب بعض الالفاظ اللي بتتقال على قناه النادي اللي هي النافذه الرسميه الاعلاميه الرسميه للنادي. فانا اتكلمت على فكره مع المسؤولين في المتحده وهم كلهم اصدقاء اعزاء، وانا بقول لك ان دي ردودهم، وانا عايزك برضو تقول لي انا سعيد جدا بالحوار اللي ما بيني وما بينك ده، لان انا بطرح عليهم الكلام اللي انت بتقوله، بس انا هنا برد لك. مهم ان جمهور مصر كله طيب ماشي. الردود ان انت ماشي. عندك مقبول. ماشي مقبول وموافق عليه. طيب هل ينفع احسن لعيب في مصر ما تعملوش اعلان؟ منطق. اللي هو زيزو مثلا. هل ينفع احسن سيرد باك احسن باك ليفت في افريقيا ما تعملوش اعلان؟ فتوح. ده كابتن علي ماهر الاسبوع اللي فات بيقول لك حسين السيد احسن من فتوح. دي وجهه نظر احترمها واقدرها. ماشي. يعني انا وجهه نظري ان فتوح احسن باك ليفت في افريقيا. تمام. ده وجهه نظري. دلوقتي الطريقه اللي ماشيه بيها ال 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 عدم الاستقرار الاول، ثم بعد كده الطريقه الاسلوب بتاع النافذه الرسميه الاعلاميه للنادي، مع الاحترام الكبير لكل الشخصيات اللي موجوده، في ناس شغاله كويس جدا وفي ناس يعني ايه بتتجه لاسلوب. انا في رايي ان الزمالك يستحق افضل من ذلك حقيقي. بكل صراحه. حقيقي. يعني في ناس شغاله كويس جدا وكل حاجه، لكن دي قناه نادي الزمالك، فتيجي يقول لك ان المعلن مش عايز يقرن اسمه او يحط اسمه في حاجه او في محتوى هو شايف ان هو مش في نفس مستوى المنتج بتاعه. شديد ان دايما وابدا هتلاقي ان هم عارفين الواقع، والحقيقه عارفينها كويس قوي، وعارفين القيمه الشرائيه للنادي الاهلي، وعارفين اسم النادي الاهلي ازاي، وان القصه في الرعايه مش مرتبطه فقط لا غير بالبطولات. بدليل مانشستر يونايتد الانجليزي اخر دوري خده موسم 2012 2013 صدر التيشيرت بتاعه 90 مليون جنيه استرليني. مانشستر سيتي بطل الدوري 5 مرات اخر 6 مواسم، بطل دوري ابطال اوروبا، بطل السوبر الاوروبي، التيشيرت بتاعه او صدر التيشيرت بتاعه متباع ب 65 مليون استرليني. ده معناه ايه؟ ان الموضوع مش متعلق فقط لا غير ببطوله، ده فريق بقاله 10 سنين افضل مركز ليه بياخده هو وصيف الدوري، وفريق اخر بقاله 6 سنين واخد 5 دوريات، واخد دوري ابطال اوروبا، وواخد سوبر اوروبي، وداخل كاس العالم للانديه. فانت بتتكلم وعنده نجوم من نجوم العالم. فانت بتتكلم عن ايه؟ ان القصه مجموعه من العوامل كلها جنب بعضها شعبيه، واعتقد الشعبيه بتتضح بشكل واضح جدا في تصويت الرابطه لما بيتعمل على جائزه افضل لاعب. القصه بتوصل للنادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي 90%. طب لو لاعب من انديه اخرى داخل والاهلي مش موجود، فهتلاقي جميع النادي الاهلي بتقول روح للاعب من نادي مختلف تماما ضد نادي اخر، حتى لو انت زيفت النتيجه او زورت النتيجه. القصه واضحه امام الناس. 90% تقريبا تصويت النادي الاهلي. لو حطيت النادي الاهلي في اي تصويت جماهيري، النادي الاهلي رقم 1
بمسافه كبيره جدا عن رقم 2. طب تعالى لقصه هو مش زيزو افضل لاعب وفتوح مش افضل لاعب، دي وجهه نظرك، لانه لما قال لك حسين السيد من وجهه نظر اخرين فانت حكمت من وجهه نظرك. طب خليني انا اؤكد على وجهه نظرك، انت شايف ان فتوح افضل لاعب في افريقيا باك شمال. هو مين اللي اتهم فتوح بالتعاطي والهروب من المباراه؟ انا بقى كمعلن اروح اجيب فتوح المتهم من مسؤول ناديه اقول له تعالى اعمل لي اعلان لمنتج؟ اعتقد المنتجات دي ما بتعملهاش اعلانات. فقبل ما تلوم ليه الشركه ما راحتش لفتوح، اسال هو اصلا مين اللي شوه سمعه فتوح؟ هو مين اللي اضر بسمعه فتوح؟ طب ما زيزو ما تعملوش كده، بس انت تضمن منين لو زيزو اختلف ما يطلعش يتقال على زيزو كلام تاني؟ فبالتالي القصه مش مضمونه. والاسئله اللي سالها ميدو للمسؤولين في الشركه المتحده دي اجابات واضحه جدا، اجابات حقيقيه على ارض الواقع. مفيش حد هيغامر ان هو ممكن يختلف اي اختلاف في اي بند من بنود التعاقد مع نادي فيلاقي نفسه بالليل بيتم التشهير بيه وبمنتجه ويضر باسم منتجه. ما اقدرش اعمل ده، ما اقدرش. عشان كده المنتمين لنادي الزمالك نفسهم مش قادرين يعملوا ده، مش قادرين يعملوا ده. طب انت عشان توصل لده ايه؟ لا انت مش هتوصل للنادي الاهلي. وللاسف احنا نتوارث افكار سلبيه وفكره ان احنا قطبي كره القدم المصريه. ده مش حقيقي. احنا لازم نتعامل ان نوجه الناس ونتكلم مع الناس من خلال ارقام وتاريخ. لكن فكره ان انا زي النادي الاهلي مش حقيقي، لان لا انت في حجم الشعبيه زيك زي النادي الاهلي ولا في حجم البطولات زيك زي النادي الاهلي، ومفيش بطوله تقدر تقارن بينك وبين النادي الاهلي سواء انتهت زي السلطان حسين او دوري القاهره او مستمره وتلاقي نفسك على مقربه من النادي الاهلي، باستثناء بطوله كاس مصر اللي وانت قريب من النادي الاهلي محتاجين النادي الاهلي يقفل على البطوله دي 10 مواسم كامله وانت تلعب لوحدك 10 مواسم كامله عشان تتساوى مع النادي الاهلي. فليه اكون دايما باصص ان في قطبي كره مصريه؟ احنا وضعنا مختلف، مش ريال مدريد وبرشلونه يا جماعه. احنا اقرب تشبيه لنا كدوري بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ده اقرب تشبيه للدوري المصري والفرق والدوريات الكبرى، الدوري الالماني البوندسليجا. لكن المشكله دايما ان انت غزيت باعلام منتمي بوضوح لنادي الزمالك رحمه الله عليهم ان عندنا قطبي كره القدم المصريه، ان الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي. لا الحقيقه مش كده، الحقيقه بتقول مش كده، لا شعبيه بتقول كده ولا ارقام بتقول كده ولا تاريخ بيقول كده ولا بطولات بتقول كده. ولو عندك حاجه بتاكد ان كلامنا ده مغلوط قول، اطلع قول. ميدو جه في وقت من الاوقات قال انا عايز اعمل دراسه كده واعمل شريحه كبيره جدا توضح لي قد ايه شعبيه الانديه في مصر وشعبيه الاهلي والزمالك. طب ما تعمل اي استفتاء عندك على اكونتك الشخصي، عندك انت، مش انت زملكاوي ومتابعك زملكاوي، اعمل انت استفتاء عندك وانت تعرف النسبه كام. مش هقول لك ادخل كل يوم على استفتاء الرابطه وانت تعرف النسبه كام. وبعد يا جماعه ما رجعنا لكم من كلام احمد اسامه عن ميدو، وميدو هو بيتكلم عن الرعايه، ومش ميدو بس اللي بيتكلم عن الرعايه، لا بالعكس ده ميدو وعندك في قناه هزازين الرؤوس برضو بيتكلموا عن الرعايه وعقود الرعايه. يا جماعه الاهلي غير اي حد، وانتوا دلوقتي ما عندكمش فلوس بسبب مجلس الاداره اللي عندكم، مش بسبب اي حد تاني، مش بسبب اي حد تاني. الديون اللي عليكم دي اللي عملها مجلس الاداره الحالي، فهو خلاص خربها ومشي، وهنشوف بقى مين هيجي يعدلها. ده بالنسبه لحقوق الرعايه، واللي رد عليها احمد اسامه بجد 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 رد شافي ووافي وبكل قوه وبكل حزم، وجاب له بالامثله في انديه اوروبيه، ان هم دايما بيتكلموا عن الانديه الاوروبيه وبيستعينوا بيها ان هم المثل الاعلى ليهم، ده ليهم هم مش لينا. وبالنسبه لزيزو وفتوح وعقود الرعايه والكلام ده اديكوا شايفين الاهلي لما يكون، لو فعلا لو زيزو في الاهلي هيتعمل له عقود رعايه، بس هو في الزمالك عمره ما هيتعمل له عقود رعايه. دي بالنسبه لزيزو. فتوح، طب فعلا فتوح اتشتم واتسب واتعمل وي هيقبل يقعد مع في المجلس الحالي؟ لا طبعا. وهل هيتعمل له؟ لا طبعا. الاهلي يا جماعه غير اي حد، فيا ريت المجلس اللي جاي ده يشوف نادي الزمالك بما يرضي الله، وان شاء الله يكون خير لنادي الزمالك.
وبالنسبه لاحمد اسامه بجد بجد رد الشافي ووافي. ومن كده بكون خلصت حلقتنا، ومتنسوش معانا اللايك والاشتراك.